الدور ده. احنا محتاجين نحط خطة محكمة للفترة الجاية كاملة، منها دور ال16 ودور التمانية ونص النهائي والنهائي. يعني ايه النهائي؟ لا فوق معاه الله يرضى عليك، انا ما ينفعش ارجع انجلترا من غير البطولة، شكلي هيبقى وحش قدام الزملاء وجيمي كارجر ده مستنيني عشان يشمت فيا. يعني يا كوتش احنا محتاجين نحط عدة احتمالات وافتراضات لكل الفرق المنافسة، ونعرف هنعمل ايه مع الاحتمالات دي. انت جوارديولا بوظ لك دماغك، انا ماشي على المدرسه الانشيلوتيه. ده ايه ده؟ يعني نختار حد قدام سريع نبصيله وبس كده ربك بيرزق؟ احنا هنعترض على حكم ربنا ولا ايه؟ وبعدين لو جوارديولا قرع فانا كمان اقرع، محدش احسن من حد. يا كوتش احنا مشكلتنا في السرعات، ما عندناش حد ياخد ويجري. انت بتقول ايه يا عم؟ مش قصدي، حتى صلاح ما بقاش زي الاول. طب انا موجود حتى، استنى لما امشي. يا عم مش قصدي. طب الطريقه الجوارديوليه دي هنطبقها ازاي؟ سيبها عليا يا عم، الإثارة والتشويق ما تقول لنا عادي هو سر. ما اعرفش والله، بيعملوا في الافلام كده فقلت اجرب يعني. انجز. بص احنا هنعمل انترفيو للعيبة، نحطهم في اكتر من سيناريو ونشوف هيتصرفوا ازاي. فهمتك، يعني انت مقلق من مين الاول نبدأ بيه؟ انا مقلق منك، عيب والله.